ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا وحباباتنا، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي إن شاء الله غادي نتكلموا فيه على السعار اللي بدا كيضرب فرنسا وتجاه المغرب، وكتحاول أنها تستهدف المشاهير ديال المغرب باش تشوه السمعة ديالهم والصورة ديالهم قدام العالم كامل. إخوة والأخوات، من بعد سعد المجرد، من بعد ديك الفضيحة ديال سعد المجرد اللي هما ردوها فضيحة، وأصلا سعد المجرد بريء كل البراءة، لأنه حسب المعطيات اللي عندنا ما اغتصبش ديك الفتاة لورا اللي دارت به ديك الدعوة القضائية، بل كانت مشادات ما بيناتهم، ما كانش الاغتصاب بتاتا. وبهذا الإخوة والأخوات، من بعد ما فرنسا أو فرنجا قامت باش تقوم بتشويه السمعة ديال المغرب، خصوصا بأن المغرب خصكم تعرفوا واحد القضية، أصبح عنده حلفاء استراتيجيين بحال الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وعنده روسيا، عنده الصين، وكي يوازن ما بين القوى العالمية، وكيخدم المصالح ديال البلاد ديالو، وكيخدم المصالح ديال الوليدات ديالو والبنيات ديالو. إخوة والاخوات، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش ان فرنسا بدات كتستهدف مشاهير ديال المغرب كرد على، حيت المغرب مؤخرا قام بتسليم واحد الهاكر اللي هو اصل ديالو فرنسي، وتم الاعتقال ديالو في المغرب، سلموا الولايات المتحدة الامريكية. علاش دابا فرنسا كتقوم بهاد المناوشات ضد المغرب؟ خصكم تعرفوا واحد القضيه، وخص كلشي يعرفها، بان المغرب اصبح قوه اقليميه صاعده في المنطقه، ولا كينافس فرنسا في افريقيا، عنده تبادلات تجاريه كبيره جدا في افريقيا، عنده بنوك، عنده بدات اصلا افريقيا بدات كتخرج فرنسا من الاستراتيجيات ديالها، وبدا افريقيا كتعيق وكترد فرنجا من افريقيا. غادي نرجعوا الحكيمي. اليوم الاخوان، الخبر المفاد ديالو ان الشرطه ديال باريس كتداهم المنزل ديال الحكيمي، وكتم الاعتقال ديالو من بعد ما قامت واحد الشابه من النواحي ديال باريس بعمل شكايه ضد اللاعب المغربي الموهوب اشرف حكيمي، اللي كيلعب في باريس سان جيرمان، وكان ديجا لعب في الريال مدريد، وحاليا كيلعب مع المنتخب المغربي الاول، وكيلعب مع باريس سان جيرمان، مع النجوم، مع ميسي، مع مبابي، وايضا مع نيمار. المغربي خونا ولد البلاد حكيمي، هادشي اللي كيوقع ليه نتيجة استهداف فرنجا تستهدف إخوة والأخوات المغاربة. أي واحد مغربي عنده منصب كبير أو مشهور كتحاول تشوش أيضا السمعة ديال المغاربة في العالم كامل. سعد المجرد، إخوة والأخوات، معروف أنه مغربي مشهور عالميا، عنده فيديو كليب اللي هو المعلم أزيد من مليار ديال المشاهدة. ما يمكنش ان هذا الشخص هذا اللي حقق مليار ديال البشر اللي شافوه على منصة اليوتيوب استهدفته فرنسا وتم الاعتقال ديالو. اليوم ايضا فرنسا كتبين الهمج ديالها، وكتبين انها واحد الدولة اللي منحطة صراحة الله في المنطقة، وكتبين العجرفة ديالها للعالم كله، وكتستهدف المغاربة، خصوصا المغاربة، لأن المغرب استطاع، وكما قالت تقرير أمريكي كيقول بأن فرنسا وصلها واحد التقرير مدقق أنها تركيا أخرى تندلع في شمال إفريقيا اللي هو المغرب. كنا شفنا تركيا كيفاش كانوا كيتعاملوا معها من بعد ما ولات دولة ضاربة وقوة ضاربة هي في المنطقة ديالها، ولات تصنع الأسلحة تصنيع محليا، ولات عندها البيرقدار طيارات درون بيرقدار متطورة صنع تركي، للمغرب الحمد لله عنده واحد أسطول منها. هادشي كامل من طبيعة الحال الإخوة والأخوات بدا كيغضب فرنسا اليوم. هادشي ديال حكيمي، وانا نقول لكم والله غير كذوب، هي عارفه ان المغاربه هي حاليا عندها القضيه في المغاربه، باغيه المغاربه فقط، ما عندها هي ما دير بحكيمي ولا من غير حكيمي، ولكن خصها كتستهدف خصوصا المغاربه اللي مشهورا في السوشيال ميديا، او مشهورا ايضا في المجال ديال الفني، وعندهم واحد الصيع كبير بزاف، كتبغي تشوه الصوره ديالهم، اللي حتى من طبيعه الحال مادام انهم مغاربه حتى هما راه كيوجهوا وكيعطيو صوره على البلاد ديالهم، المغرب هو الام.
طبيعة الحال الإخوة والأخوات باش نكونوا فاهمين، هاد المكيدة اللي كتدبرها هاد فرنجة هي عبارة عن بحال بغيتي تقول صيد، كتصيد فيه المغاربة وكتحاول تشوش على خوتنا المغاربة وعلى السمعة ديال المغرب. كنبغي نقول لهم من هذا المنبر ومن هذه البلاصه، اي واحد شاف هذا الفيديو بغيتو بارطاجيه، بغيت الاخوه والاخوات ان هاد الناس هادو يعني يتوقفوا على هاد المهازل اللي كيقوموا بها، على هاد الاستهداف خصوصا ديال المغاربه. كنبغي نقول لكم المغاربه بزاف عليكم، ما عندكم ما تصوروا منهم، وكيبقى الحق عند الله سبحانه وتعالى. وحشومه عليكم هادشي اللي كديروه مع المغاربه. من طبيعه الحال الحمد لله والشكر لله، المغرب دولة متقدمة ودولة ذات سيادة وعندنا ما يتقال. اخوة الاخوات كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش اعجاب اشتراك في القناة. كلنا اشرف حكيمي.